يا أهلا وسهلا. من أسبوعين تقريبا حسيت بألم شديد جدا في الظهر كذا على جنب تحت، شعور ما حسيت فيه في حياتي. فطبعا استغربت لأنه أنا يعني صار لي 3 سنين دحين الأكل الحمد لله كله صحي وبسوي رياضة الحمد لله ونومي كويس، فإيش حصل؟ فرحت الإمرجنسي فطلع المشكلة هي حصوة في الكلية، والسبب أني ما بشرب موية كفاية. فاكتشفت انه مهما كان الدايت حقك ممتاز واكلك صحي، اذا ناقصه عنصر الماء في مشكله. فعلشان لا يتكرر الموضوع تاني سويت تحدي لنفسي الان اني اشرب يوميا من 2 الى 3 لتر ماء. حطيت خطه كل يوم بطلع 6 قوارير من دول في الليل بحطهم في الثلاجه عشان اشربهم تاني يوم، كل قاروره نص لتر. فبسبب الموضوع ده سويت بحث حول فوائد الماء، ووجدت فوائد عجيبة. الواحد عارف انه المويه مفيدة ولكن ما توقعت كمية الفوائد دي. من ضمنها تقوية العضلات، 75% من العضلات عبارة عن ماء، بيساعد في الميتابوليزم وحرق الدهون، بسوي ديتوكس او فلش او تنظيف للجسم. تحسين الجلد، في ناس كثير لما جربوا موضوع شرب المويه حسوا بفرق في الجلد وفي الوجه. ويحسن طبعا وينشط من أداء الدماغ لأنه 75% من الدماغ أيضا مكون من الماء. صار لي الآن تقريبا أسبوع على النظام ده ولاحظت موضوعين. أولا نشاط في الجسم وتحسن في النوم. ثانيا كنت أحس أحيانا أنه فمي جاف وفي ريحة غير مستساغة يعني من الفم، فسبحان الله الأسبوع الماضي الموضوع ده تعالج. أكبر تحدي في النظام ده التخطيط لموضوع الحمام، لأنه حتدخل كثير طبيعي، وسبحان الله مع الوقت الجسم بيتعود فدخولك حيقل. لون البول معيار جيد يخليك تعرف إذا تشرب موية كفاية ولا لا. المفروض يكون اللون أبيض على صفار فاتح جدا جدا، يعني دول كده. إذا اللون أصفر غامق أو ألوان أخرى هذه معناها في أمراض مرة كثير، ولكن إذا أصفر غامق معناها لازم تشرب موية زيادة. الكلية دائما بيكون فيها حصوات وبتخرج عادة مع البول. إذا الحصوة صارت أكبر من 4 إلى 5 ملي صارت مشكلة. وقتها الإنسان حيشعر بألم شديد، وهذه أحجام منوعة من الكدني ستونز تصل إلى 22 ملي ممكن وأكثر. فشرب الماء يصفي الموضوع ده أول بأول ويخلي الواحد يتجنب أنه يحصل له مشكلة. الله يعافي الجميع. اقترح تنزلوا اب يساعدكم على متابعة شرب الماء يوميا. في كثير ابس، لو كتبتوا ووتر كاونتر او ووتر تراكر حتلاقوا ابس لمتابعة. اخر الدراسات تقول انه للرجل يشرب من 2.5 ل 3.5 لتر، والمرأة من 2 الى 2.5. احسن ابلكيشن لقيته اسمه فيت بيت، ابلكيشن للصحة بشكل عام. هذا حخصص له ان شاء الله يوم كامل اتكلم عنه، ولكن الشاهد يسمح لك انه تتراك المويه. مرة سهل، تدخل إضافة بعدين تختار، تقدر تدخل موضوع أكل والرياضة وكذا، ولكن موية وتحط كم. بعدين يديك تقارير عن أدائك اليومي. فهذا مثلا الأسبوع الماضي عندي نجمة، يعني حققت الهدف، وهذا اليوم. واقترح أنه تروجوا لفكرة شرب الموية كفاية هذه بينكم وبين أصحابكم وأهلكم، وممكن في تويتر نسوي هاشتاج. وسبحان القائل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء حياة لكل عضو من أعضاء جسمك. من الفوائد كمان أنه الناس اللي بتشرب شاهي وقهوة كتير، إذا حطيت هدف لشرب موية 2 ل 3 لتر حيقلل من استخدامك للقهوة. ملاحظة أخيرة من الأمور اللي حتساعدكم لتحقيق الهدف، أنه أول شيء تسويه لما تصحى من النوم قبل الفطور وقبل القهوة والشاي أنه تشرب نص لتر موية.